تالت سؤال، ايه هي اكتر الاخطاء اللي الستات عامة يوجولي بتقع فيها لما بتيجي تتمرن وتنصحهم ان هم ياخدوا بالهم منها؟ اتكلم على المشهور او يعني الشائع اللي بيحصل. عندك اول غلطة ان هي مثلا مش بتعتمد على اكتر من سورس، بيبقى سورس واحد، بمعنى هكتفي بتمرين الحديد بس، او انا هكتفي بالكارديو بس مش هعمل معاه حاجة تاني، او انا هحضر كلاسز ومش هتمرن. فده طبعا مش احسن حاجة. كل ما كان في تنوع كل ما كان الموضوع احسن طبعا، وهيساعدك ان انت توصلي ايه لهدفك بسرعة. دي كده اول حاجه. طبعا المتعارف عن الستات ان هم عندهم الابيليتي تو مالتي تاسك، فتلاقيها بتعمل اكتر من حاجه في وقت واحد، مثلا بتكست، بتهندل عميل، بتعمل شغل، بتتفق على حاجه. فمش بتركز كفايه جوه التمرين. فانا شايف ان انت مثلا لو ركزتي نص ساعه في التمرين افضل لك بكتير من ان انت تقعدي ساعه ونص جوه الجيم ومش مركزه. تالت غلطه ومهمه جدا وبشوفها وباخد بالي منها قوي، انه هتلاقي مثلا ست مثلا بتيجي تدخل التمرين هي ممكن زي ما قلنا مش مركزه كفايه، فتلاقي ايه، دخلت التمرين على طول. هو من الزهق انا داخله التمرين على طول. طب هو ده ينفع ما ينفعش؟ فتلاقيها ما بتسخنش وما بتعملش ستريتشنج كويس. بعد فتره تبدا بقى تشتكي من ركبتها، تبدا تشتكي من ظهرها، تبدا تشتكي من كتفها، ومش عارفه المشكله من ايه. فهي المشكله بتبقى دايما ان انت مش بتعملي ستريتشنج، وده بيأثر عليكي جدا، بيخليكي اصلا تدخلي مود التمرين متاخر. يعني على ما تبداي تسخني وعضلاتك تشتغل الموضوع بيبقى متاخر، فبتلاقي نفسك التمرينه ككواليتي مش اعلى حاجه، مش احسن حاجه.